الاهلي بياخد ال 11 ده مش من مصر ولا من العصر، ده بياخدها من المغرب. لو انت مشجع زملكاوي، لو انت مشجع اسماعيلاوي بتشجع حتى نادي توت عنخ امون، ما تطلعش تحفل عليهم الا لما الحكم يصفر او الحكم يطبل يزمر تعرف ان الاهلي خسر. اعمل اللي انت عايزه، لان دول ما لهمش امان، ما لهمش كبير. الجغرافيا وفيثاغورس ذات نفسه غلب معاهم، مش لاقي لهم وصف ينيموك ان خلاص، يدوك وهم ان الماتش يخلص، ده الاهلي هيخسر. فجأة مرة واحدة يقوموا مدينك قلم، مفوقينك من الغيبوبة اللي انت فيه. ده اللي حصل. اللي حصل ده حكم وجمهور وملعب وكل حاجة ضدهم، وولع لهم نار تحت الفندق الفجر، واعمل اللي انت عايزه. وهات لي الحاج فوزي لقجع ورئيس الاتحاد الافريقي رايحين حنة، رايحين يلبسوا الدبل وخطوبة، وفي دماغهم ان الوداد هياخد البطولة، رايحين يقسموا التورته. الاهلي يعمل ايه؟ الاهلي يسكت؟ لا ما يسكتش، ما يكسرش عينك الا جوه بيتك. انا زملكاوي بعترف، لو انت مشجع كوره مش عارف ان السيناريو ده او ما مرش عليك سيناريو الاهلي ده انه يطلع ياخد البطوله بره، تبقى انت مشجع كوره جديد. هات لك حاجه ساعه واقعد في القهوه ما تتكلمش في الكوره. مش اي واحد لابس تيشيرت كوره يطلع يتكلم في الكوره يبقى هو بيفهم، لا، الكوره لها سيناريوهات، والاهلي بتاع السيناريوهات دي. الاهلي عنده 11 افريقيا النهارده، واخد منهم 5 بره مصر مش في ملعبه، يعني عنده رصيد بره اكتر اصلا من جوه، ما بياخدش البطوله الا من بره. اقسم بالله الاهلي تاريخه كله معمول بره، ملوش كبير. سميها بقى لوي دراع، سماها زي ما بص، اعمل اللي انت عايزه. طلعنا حفلنا عليهم الماتش الاولاني، قلت لك ما تحفلش. ابويا قايل لي كلمه من زمان ما بتطلعش من نافوخي، اوعى تحفل على الاهلي الا لما الحكم يزمر، الا لما الحكم يطبل وينصبوا الصوان والعريس والعروسه يدخلهم. اعمل اللي انت عايزه. طول ما الاهلي فاضل له دقيقه في الماتش ملوش امان، ملهوش امان. كله زهق منه، مسيطر على افريقيا من شرقها لغربها، حاطط رجله على الكل، دايس على كل افريقيا. امال هم بيكرهوا من ايه؟ افريقيا كلها بتكره الاهلي. طب التوانسه والمغاربه بيكرهوا الاهلي ليه؟ والجزائريين. هتقول لي اصل هم شايفين ان الحكام بتساعدهم. لا، ده انتوا عندكم هناك حاجات غريبه يعني. ده انتوا الحكم بيجوا قبل الماتش بتشربوهم حجر معسل وكوبايه الشاي بينزل ما هوش عارف مين بيلاعب مين اصلا، بيقعد يلوش. المهم ان هو يرضيكم هناك يعني باللي حصل النهارده وباللي حصل الماتش اللي فات عشان نبقى بنتكلم على الدغري. وانا قلت للناس ما تطلعوش تحفلهم على الاهلي خالص، اوعوا تتكلموا مع الاهلي خالص، لان هتضحك اسبوع، هتضحك يومين، هو بيضحك في الاخر. هو ما بيضحكش الا في الاخر. بقك اللي كان مفشوخ ضحك وتحفيل بيقوم جايب مترين رمل معبيهم لك فيه عشان ما تتكلمش. خلينا نتكلم في مجريات الماتش او في اللي في المباراه عموما، وان الاهلي يعني اللي عمله ده معجزه، تتسمى له معجزه، تتحسب له بص ان هو خارج الطبيعه. هو خارق للطبيعه، اقسم بالله الاهلي خارق للطبيعه يا عم. ولا بقى ده تطبيل ولا تسقيف ولا الكلام ده، ولا احنا نعرف الكلام ده اصلا، ورب العزه اللي بيركع له الكون احنا ما نعرف الكلام ده. الاهلي لو انت مشجع كوره مش عارف ان الاهلي هيروح يكسب الوداد هناك او هياخد البطوله من هناك، ما تتفرجش على كوره. بص شجع مصارعه، والله انزل العب بيلي، مالكش دعوه بالكوره. اللي فاهمه واللي وحافظين ومتفرجين عارفين ان الاهلي هياخد البطوله من هناك، ده باينه بص وضوح الشمس. ومعروف ان علي معلول اللي اتحفل عليه هنا ده هيسترجل وهيقاتل وهيعمل جون، يا هيجيب جون يا هيعمل اي حاجه يرضي بيها النادي اللي هو اصلا بيستقتل عشانه. بيستقتل عشان كرة علي معلول بتتعمل لعبد المنعم. واللي مش شايف ان كولر مدرب، بعد اذنك يا حبيب قلبي انا هقول لك على حاجه هتعجبك قوي. لو انت شايف ان كولر مش مدرب، فانت يعني بعد اذنك والله العظيم 3 مالكش علاقه بالكوره ولا تتفرج عليها. شوف لك ورشه خراطه انزل اقف فيها. اللي شايف ان الراجل ده مش مدرب، لان الراجل ده طول ما هو في الاهلي هيدوس على رقبه الكل، اقسم بالله دي حقيقه. الاهلي معاه عجوز حلبه، معاه مكمن حافظ فاهم سيناريو. ده عمل لقطه قبل الماتش وفي المؤتمر الصحفي بيسالوه علي معلول غلط، قال لهم كل شيء في الكوره وارد ان لعيب يغلط، اساطير العالم غلطوا، في 2 لعيبه من الوداد غلطوا هنا عشان احنا كده جبنا الجونين، وهيغلطوا هناك عشان انا كده هجيب اجوان. انا مش متخوف الا من حكم المباراه،
جايبينه اعتزل وجايبينه اخر ماتش ليه وهيحكم هناك والفرح والتورته هتنزل له وكوبايتين الشاي. ضغط على الحكم ضغطه واحده، وبرغم ذلك ان الحكم متك على الاهلي. الفاول اللي جه منه الجون اتحداك مليون في الميه، اتحداك مليون، ما فيهاش اي حاجه. الفاول اللي جه في الاهلي اقسم بالله يعني الكره اللي مش فاول جت في الاهلي جون. طب الاهلي يسكت؟ طب الاهلي ليه كبير؟ لا. ازاي يعني؟ ازاي كل دول متجمعين على الاهلي وعايزينه يخسر وهيخسر؟ مش هيخسر والله، ما هيخسر، وما هيحفل اللي عليك، وما هيضحك اللي عليك. هو الاهلي بص، اذا كان للكوره كبير فهو كبيرها الاهلي من الاخر، ما بيتغيرش، هو زي ما هو. كل الفرق بتنغلب وكل الفرق بيوصلوا نهائيات وما الكوره ما تبقاش ماشيه معاهم. ده الانتر امبارح دي بيحطوها تخبط في رجل ادرسون وتطلع، تخبط في العارضه وتطلع. الا الاهلي هيطلع بواحده، هيقوم جاي مخبطك الخبطه ونايم عليها. ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. مش هيكسبك ولا ياخد منك البطوله الا جوه ملعبك، الا جوه بيتك. هعيدها لك 100,000 مره. لو انت زملكاوي معاك وبتتكلم ان الاهلي ما يستحقهاش دي او خدها مش عارف ضربه جزاء اطهر الطاهر بتاع الولد بتاع المفاتيح ولا اللي هو في بنزيما بتاع الهلال اللي ضاع البلانتي ده وصعد سان داونز ومجريات الامور، هيعملوا ايه ما ياخدهاش؟ يعني عشان اطهر الطاهر ضاع ضربه الجزاء والاهلي صعد ما ياخدهاش؟ هياخدوها. وقايل لك من اول يوم ضربه الجزاء دي يوم الماتش الهلال وصن داونز اما ضاعت كره البطوله بتاعت الاهلي دي. الاهلي مش هياخد ال 11 الا بالبلانتي دي اقسم بالله. نيجي لاتحاد الكوره بقى، احنا طيبين في الكوره قوي يا جماعه، غلابه والله العظيم. احنا مش ما عندناش اتحاد كوره، احنا عندنا اتحاد ترمس، قلبوها مقله، بيعوا فيها لب. بيتمارس معانا كل هوايات او كل بص اي حاجه تكسب، شماريخ، ضرب، رهبه، حكم بيجي عليك. اتحاد كوره ضعيف مفيش. تيجي في مصر هنا الناس عايزه تخش بالشنطه الاكل واللي جايبين تورته ورايحين للعيد ميلاد في المدرج والكلام ده، والزمالك اتعامل معاه مع بلوزداد كده رهبه هناك، ومصر اتعامل معاه يوم ماتش المنتخب مع السنغال كده، والاهلي اتعامل معاه كده النهارده. ما بنتعلمش. احنا عايزين ناس تخش سايبين طبعا شعرهم ومعاهم شويه حناطير ماشيه بيسالوهم انتوا رايحين زراغيط وتسقيف كانهم مثلا رايحين قاعه. يا حبيب قلبي ده مدرج تشجيع. باللي انتوا بتعملوه ده دي مش كوره. اللي عندنا هنا دي مش كوره. ومش عارف نائب رئيس زد ماسك لي نائب اتحاد الكوره ولا مش عارف ده ماسك رابطه المحترفين، وعضو مجلس نادي فيوتشر ماسك لي قنوات اون سبورت، وعمال يقسموها على بعض ويلعبوا وان طغات ليل نهار وبيستضيفوا بعض. مش فاهم ازاي هي دي الكوره في مصر. لا دي مش كوره، اللي بيحصل ده مش كوره. انا مش هقتنع بان دي كوره. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واستنوا في حلقات جايه كتير. والف مليون مبروك لكل اخواتي واصحابي الاهلاويه، تستحقوها من راجل زملكاوي بتاع مدرج معروف في الدنيا كلها ان انا مجنون بالزمالك. انتوا تستحقوها لان انتوا قلبكم جامد اقسم بالله، جرأة قوي. انا بيعجبني فيكم جرأكم ان مفيش حد بيملى عينيكم. للمره المليون بقول لكم تستحقوها. انا كان في ناس بتتفرج معايا اصحابي كانت بتموت حرفيا بتموت. واي مشجع فريقه بيلعب في الظروف دي من الطبيعي انه هيبقى بيموت وهيطلع يفرح. فما تطلعش انت يا ساذج يا اللي مالكش اصلا عازه ولا حد عارف انك عايش تقول له اصل مش عارفه. مفيش اصل. ده الحكم جاي عليه النهارده تالت ومدلت وكسب البطوله. لو الحلقه عجبتكم اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واستنونا عشان اللي جاي ان شاء الله ضرب نار. احلى ناس في الدنيا.